السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب. النهارده حلقه خاصه عن النادي الاهلي وعن القايمه اللي هتروح كاس العالم للانديه، وهنشوف مين اللعيبه اللي هيروحوا ومين اللاعبين المستبعدين. بس قبل ده كله، اللي ما عملش سبسكرايب وما عملش لايك، عندك اللايك وعندك سبسكرايب، واديني كومنت يا معلم واديني شير، فجر لي الحلقه ديت عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا بينا نخش على حلقتنا. قبل ما نبدا اللعيبه اللي هيلعبوا اللعيبه المستبعدين، هنقولوا اسامي الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي بالمناسبه يا جماعه المره السادسه في تاريخه اللي بيشارك فيها كاس العالم للانديه. طبعا اخر مره كانت 2012. في طبعا 2 لعيبه في قائمه النادي الاهلي هيبقوا مفاجاه، طبعا ما حدش اتكلم عنهم. ال2 لعيبه دول هيبقوا للمره الثانيه في تاريخهم، وفي لعيب المره الثالثه وشارك في كاس العالم للانديه للمره الثالثه في تاريخه. وتعالوا يلا بينا نشوف الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه 2020 اللي هي هتقام في قطر باذن الله، واللي هيبقى القرعه بتاعتها يوم 19 فبراير. والفرق اللي معانا المشاركه: نادي الاهلي المصري، وبايرن ميونخ، ومعاه اوكلاند سيتي، ومعانا الدحيل لاعب الدوله المقيمه والحاصل على دوري القطري، عشان كده هو بيشارك بصفه اساسيه في كاس العالم للانديه. ومعانا فريق هونداي، واخيرا اخر فريق صاعد لكاس العالم للانديه فرقه اونان. طبعا يا جماعه الفيفا اخطر النادي الاهلي ان هو لازم يبعت قائمه اللعيبه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه قبل يوم 6/1. مش مقصود يا جماعه والله العظيم ان انا بتنمر على حد، هم اللي واحد اخر ميعاد لارسال اللعيبه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه. طبعا القرعه بتاعت كاس العالم للانديه زي ما قلنا يوم 19 يناير القادم. قائمه المستبعدين من النادي الاهلي طبعا ولسوء حظهم ناصر ماهر من اللعيبه المستبعدين بسبب الاصابه، وكريم نيدفيد، ومعاهم اللاعب جونيور اجاي. طبعا كاس العالم للانديه بيحتاج 23 لاعب فقط، وفي قائمه النادي الاهلي 28 لاعب. اذا لازم على موسيماني ان هو يستغنى عن 5 لعيبه. اتكلمنا عن 3 لعيبه، فاضل 2 لعيبه. طبعا كابتن موسيماني بيفاضل بين احمد ياسر ريان، ومعاه صلاح محسن، ومعاه سعد الدين سمير. طبعا سعد الدين سمير من اللعيبه اللي لعبت في كاس العالم للانديه 2012. موسيماني طبعا من وجهه نظري هيرجح صلاح محسن عن كافه احمد ياسر ريان، لان صلاح محسن شويه رجله في الملعب عن احمد ياسر ريان. هو لازم يختار 2 لعيبه من ال3 اللي هو احمد ياسر ريان وصلاح محسن وسعد الدين سمير. بكده تبقى قائمه النادي الاهلي هتضم 23 لاعب اساسي. طبعا احنا عارفينهم بالترتيب: محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي لطفي، ومعاهم مصطفى شوبير. قدامه طبعا من اليمين للشمال محمد هاني واحمد رمضان بيكهام، ومعاهم بدر بنون، ومعاهم ايمن اشرف وعلي معلول وياسر ابراهيم ومحمود وحيد. وفي قائمه النادي الاهلي في خط الوسط هتضم اليو ديانج، معاه حمدي فتحي، معاه قفشه، عمرو السوليه، واكرم توفيق، وحسين الشحات، ومعاهم جيرالدو ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر. بس طبعا يا جماعه عارفين كلنا ان جيرالدو لو تم التعاقد مع لعيب اجنبي هيشيلوا جيرالدو من القائمه، وهيبقى اللعيب الاجنبي هيحل محل جيرالدو. طبعا احنا عارفين كلنا ان صفقه النادي الاهلي اللي كانت منتظره مع سيرينو اترفضت، لان نادي سان داونز كان طالب 5 مليون دولار، والنادي الاهلي عرض 2.5 مليون دولار. طبعا في انباء في الفتره الاخيره ان نادي الهلال السوداني والمسؤول عنه طول عمره خطف اللعيب ب4 مليون دولار. وفي خط الهجوم طبعا عندنا محمود كهربا ومحمد شريف ومروان محسن. طبعا زي ما قلنا هيختاروا 2 من 3 لعيبه اللي هو سعد الدين سمير واحمد ياسر ريان وصلاح محسن، ومن وجهه نظر المتواضعه هيختار صلاح محسن في قائمه النادي الاهلي. طبعا في 3 لعيبه في النادي الاهلي حصل لهم الشرف ولعبوا قبل كده في كاس العالم للانديه. اول لعيب من اللعيبه ديت هو اللاعب وليد سليمان اللي لعب مرتين قبل كده، ودي المره الثالثه في تاريخه. اللعيب الثاني هو سعد الدين سمير اللي قائمه 2012 واللي بيشارك للمره الثانيه في تاريخه. اللاعب الثالث بقى يا جماعه هو رامي ربيعه، وبس للاسف رامي ربيعه عنده اصابه. طبعا النادي الاهلي بيفجر النهارده خبر حلو جدا لاجاي، بينفي الاستغناء عن اجاي في الفتره المقبله. طبعا احنا عارفين ان اجاي تعرض لاصابه في الوتر الوحشي، وكان احتمال 80% ان النادي الاهلي يستغنى عنه في يناير القادم، لكن بعد اجاي ما تعافى من المرض بنسبه كبيره جدا هيكون مع نادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. وطبعا خبر جميل جدا عن رجوع كابتن مؤمن زكريا. انباء طبعا تداولت الفتره الماضيه عن رجوع كابتن مؤمن زكريا في يناير القادم، وان شاء الله يرجع بالسلامه باذن الله ونشوفه في الملاعب، حتى لو على سبيل التكريم معنويا يا جماعه، معنويا مؤمن زكريا يا مفرحنا. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي تابعتنا، والناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب ولايك. عندك اللايك وعندك السبسكرايب مجانا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.